غدانا النهاردة سهل وسريع. غليت كده مج لوبيا، وهنا غليت مية ببصلتين كده عشان اسلق فيها الفرخة. هعمل لوبيا وهعمل رز حبة وحبة ولسان عصفور وفراخ محمرة. اول حاجة كده ضربت الطماطم، حطيت عليها ملح وفلفل اسود، وهنا الفرخة غسلتها كويس وطلعتها من الفريزر، فكت وبعدين شطفتها ونزلتها في المية. وهنا بشرت بصلايه مع معلقه سمنه عشان اعمل اللوبيا. هنا بقى الرز حبه وحبه، ده اختراع كده تحفه، ريحته بتقلب الدنيا. هنا كده جبت مج رز وقعدت احمره في السمنه والزيت. وهنا البصلايه بشرتها صغير وبحمرها برضو في السمنه والزيت. نحمر بقى الرز لحد ما يبقى لونه ذهبي. وهنا كده البصله اتحمرت، رحت نازله عليها بشفشق كده الخلاط فيه طماطم وملح وفلفل اسود، وهسيبها بقى تتسبك عقبال ما اللوبيا تتسلق. وهنا الرز خلاص بدأ يوصل للون الذهبي، رحت نازله عليه بالرز المغسول ومتنقي كويس ومتصفي وعليه الملح بتاعه والميه المغليه، ومفيش ربع ساعه لقيته استوى. وهنا كده الصلصه اتسبكت معايا، ورحت نازله عليها باللوبيا وبكبشتين 3 شوربه كده. وكان غدا سريع وسهل. وعملت طبق لسان عصفور كده، وقطعت طماطم مخللة، طماطم قطعتها وحطيت عليها فلفل وملح وشطة وخل، وكان اسهل واسرع غدا ممكن تعمليه. وحمرت الفراخ ورشيت عليها ملح وفلفل اسود. غدا سهل وسريع وما خدش وقت خالص مني.